احنا في زمن الخبر والنت والالوهات والثورة والمعجزة والمستحيل اللي مات. قال الأوان يا شعب نقول وما نخافش، بنحبها بضمير مش غش ولا إشعاع. بلالين ومالية البلد وبتحكي بيها خبر، هنفرقع البلالين ونصحصح النايمين، نحكي على السامعين إشاعات مطرداهم. وعشان ده زمن الخبر والمستحيل الإيمان، فلتحيا مصر يا عم ولتسقط الإشاعات. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم لعبة الكراسي. محدش يستغرب إني بقول برنامجكم، طبعا برنامجكم ومعمول مخصوص عشان محدش يشتغل حضراتكم. الاشتغالات مفيش أكتر منها اليومين دول، ما تعرفش الاشتغالة جاية لك منين، هوب بتلاقي الاشتغالة جاية لك من مذيع على كرسي، ولا من ضيف على الكرسي اللي قدامه، ولا من صحفي قاعد على كرسي المكتب في جورناله، ولا من ادمن صفحه على السوشيال ميديا قاعد على كرسي السفره في بيتهم بياكل مكرونه. اصحوا لا يغفلونا. عشان كده بنقول لكم مسا التماسي ويلا بينا نلعب لعبه الكراسي. كرسي في الكلوب. اول كرسي معانا يا حضرات هو كرسي في الكلوب، اكتشاف علمي رهيب. فجأة لقينا كل وسائل الإعلام في وقت واحد بتتكلم عنه. قال إيه؟ زرع راس. ما تقلبليش شفايفك كده وتقول لي عادي. عادي إزاي؟ بيقول لك زرع راس مش زرع شعر، اللي هي عملية نقل جسم زي ما قال الليمبي. ليمبي الحكاية يا رياض باشا. أنا نزلت رياض. الله يا ابني افهم. بعد الحادثة جسمك اتعجن وكان لازم يتعمل لك عملية نقل جسم. نقل جسم؟ نسمع النقل ده أهلية، نقل خفيف، نقل كلية، إنما نقل جسم إزاي؟ ده اللي حصل يا ابني. باختصار دكتور طلياني قال لك انا نجحت ان انقل راس واحد صاحي لجثه واحد تاني متوفي. ده اللي فهمناه من الميديا والسوشيال ميديا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، هو الموضوع طلع بجد ولا ايه؟ امي قعدت تقول لي يا ابني اشتري دماغك، يا ابني اشتري دماغك. يظهر انه هيحصل فعلا. بركاتك يا حاجه. الغريب بقى ان كل البرامج طلعت عرضت الموضوع وقالوا انهم مش مصدقين والراجل ده نصاب. طب لما هو نصاب والموضوع فيستك يعني بتعرضوه ليه؟ احنا ناقصين لبخه يا جدعان. من الحاجات اللي عامله دوشه على السوشيال ميديا واللي انا استغربت لها قوي الحقيقه، نجاح اول عمليه زراعه راس على جثه في تاريخ البشريه. احنا شفنا قبل كده فيلم فرانكشتاين، فيلم خيالي لو انتوا فاكرين الفيلم، طبيب بيفكر ازاي يجمع بني ادم من اعضاء مختلفه ويحط فيه طاقه كهربائيه، فبيعمل خيال، بيعمل كائن مشوه اسمه فرانكشتاين، وكان بيدمر كل اللي حوالين الطبيب. وفي مشهد رهيب جدا وهو يبكي ويقول للطبيب انت اللي عملتني، يعني استغفر الله العظيم، يعني حاشا لله. سيرجيو كانافيرو ده جراح ايطالي من نوعيه معينه من الجراحين عبر التاريخ الجراحي في العالم كله. النوعيه دي موجوده اللي هم انا بسميهم نوعيه الفرانكنشتاينيين. هو بقى عمل خبرين ورا بعض. الخبرين دول كانوا الخبر الاول مرتبط بفكره زراعه راس حيوان الى حيوان اخر، وطلع مره صوره له مع 2 حيوانين موجودين، وقال انه نجحت الفكره على الحيوان، لماذا لا انقلها الى الهيومن بينج او الانسان؟ نصاب او مدعي شهره، باحث عن الشهره. هو هيلاقي الاعلام اللي يروج له، وحتى لما بذكره يعني انا بحس ان الواحد لما بيدي اهتمام لحاجه زائفه هو بيديها حجم.
حتى لو قال ان دي حاجه زائفه، هي بتاخد حجم، وفعلا هي واخده حجم في الوقت الحالي في الاعلام. وطبعا في ناس خدت الموضوع بلطافه واستظراف، وناس انبهرت واتخضت. الحقيقه الخبر ده يا جماعه انا لما قريته خفت، والله خفت حقيقي، يعني اتخضيت ان الدنيا ماشيه بسرعه قوي ومش عارفه هتوصل بينا لفين يعني. وهو في نفس الوقت خبر فيه امل طبعا جامد جدا لكل الناس اللي عندها مشاكل صحيه، بس يعني لازم كل واحد كده هيقف مع نفسه وقفه يتخض ويفرح ويفرح ويتخض وهو بيقرا هذا الخبر او بيعرف عنه يعني. المتبرع روسي، الطبيب إيطالي، ومكان العملية كان في الصين. العلم يا جماعة ملوش جنسية، لكن الحقيقة غالبا الراجل اللي اتبرع براسه ده ملوش أهل. الموضوع لما استفزنا قلنا ندور وراه، وتقريبا لقينا الكرسي اللي هينضرب في كلوب الفرح ده. لقينا الأستاذ أحمد المسلماني بيقول نفس الخبر من سنة 2015، يعني يجي من سنتين وأكتر. في جراح إيطالي عامل جدل دلوقتي في المجلات الطبية في الغرب. هذا الجراح الإيطالي اسمه كانافيرو بيقول إنه صمم دلوقتي وجهز لعملية جراحية، عملية زراعة الرأس، مش زراعة بقى كبد أو كلى، لا زراعة الرأس. أهو يا جدعان نفس الكلام من سنتين وأكتر. طب مين اللي نكش وطلع الخبر تاني؟ ما تعرفش، بس اللي تعرفه وتتأكد منه إن كل البرامج بتغش المواضيع من بعض، أو بمعنى أدق بتغش المواضيع من مصدر واحد اللي هو السوشيال ميديا. ومفيش حد أبدا بيكلف خاطره ويدور، يمكن الخبر أونطة أو حد بيورطك فيه أو حد بيعيد نشره، ما نعرفش ليه. كرسي المذيع، طبعا محدش فينا ينسى الأستاذ جابر القرموطي اللي لعب كل الشخصيات الدرامية الممكنة اللي قدر عليها في برنامجه القديم. أنا سمعت إنه اعتزل وبطل دلوقتي، لكن ظهرت أخيرا المذيعة اللي ورثت تركة القرموطي ومقضيها تمثيل في تمثيل، منال الأغا، مذيعة قناة الحدث. وطبعا فاكرين لما كانت معانا في أول حلقة من لعبة الكراسي لما خضتنا عليها وقالت جوزها ضربها. محدش قال أبدا إنه يكون خناقة أو مناقشة في البيت بيني وبين جوزي تكون نهايتها كده. يعني أنا أكيد مش لوحدي في مصر اللي بيحصل معايا كده أو اللي حصل معايا كده. ستات كتير قوي بتتعرض للضرب والإهانة والعنف كل يوم. لحد إمتى هيفضل يحصل فينا ده؟ الحقيقة من كتر الخضة قررنا ندور ورا منال ونشوف دي لقطة كده ولا الموضوع كبير. طلع الموضوع كبير، يعني الأستاذ قرموطي عمل على قد ما عمل، لكن ما عملش فيها رمسيس الثاني مثلا. وصلتني مناشدة من إحدى حفيداتي وقصت علي ما وصل إليه حالكن من تمييز وإهدار للحقوق وممارسة للعنف ضدكن بكل صوره النفسي واللفظي والجسدي. قلنا نتعرف على برنامجها، لقينا ليها فلسفة غريبة في تسمية البرنامج. عارف بتاع العصير اللي على أول الشارع؟ وحش ما تشربش من عنده. أنا عايزة أقول لكم إن أنا وكرو البرنامج لما قررنا إن احنا نعمل برنامج وسميناه سمك لبن تمر هندي، قررنا إن احنا ما نكونش جزء من الخلطة دي. كان أول أساس حطيناه لبرنامجنا هو إننا نحترم عقول المشاهدين. إعلام عار تماما من المهنية، لا يسعى إلا وراء نسب المشاهدة والحملات الإعلانية، وهو ده الإعلام اللي بينطبق عليه اسم برنامجنا سمك لبن تمر هندي. إحنا بقى ملناش دعوة بيهم. ولأن منال ذات نفسها ما كانتش مقتنعة باللي هي بتقوله، غيرت ميعاد البرنامج وغيرت اسمه. معرفتكيش أنا كده، ها؟ معرفتكيش. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. هذه منال أغا تحييكم وحلقة جديدة من برنامجكم في شكله الجديد من حيث التوقيت والاسم، واللي أصبح اسمه مع منال أغا بدلا من سمك لبن تمر هندي، نزولا على رغباتكم. والحقيقة أنا بشكركم جدا على كل الاتصالات والرسائل اللي ما توقفتش من الحلقة اللي فاتت،
واللي كان فيها اقتراحات كتيرة وهايلة جدا، واللي اخترنا منها الاسم الجديد. الاسم أصبح مع منال أغا. ولأن برضو منال مش مبطلة كلام عن المهنية، قلنا نتابعها. لقينا ده. فاصل وهنرجع بسرعة. قلنا يمكن فرحانة عادي يعني، غيرها تحزم ورقص. لقيناها اوفر اوفر اوفر. ازاي الطبيب اللي المفروض انه يساعد الحيوان المريض الضعيف اللي بيتألم علشان يشفيه، ازاي في نفس الوقت يقدر يقتل ويتحول لعشماوي؟ انا قررت اني اكمل علاج سكرة واواظب معاها على حقن الكورتيزون يوميا مع الادوية التانية لحد ما بقت كويسة وخفت تماما، والحمد لله بقالها شهر لحد دلوقتي ما تعبتش تاني. معلش يا منال، معلش يا حبيبتي، قدر ولطف. انت مذيعة بتتكلمي عن المهنية وعارفة ان الامور الشخصية مكانها البيت مش الشاشة. ها امي الحبيبة، مداد القلب لا يكفي لو اكتب به لارضائك، مداد الروح لن يجزي عبيرا فاح بعطائك. امي سامحيني، انا عارفة انك بتتفرجي عليا دلوقتي، انا بطلبها منك قدام الدنيا كلها وعلى الهوا، وبحلفك بربنا الغفور الرحيم انك تغفري لي وتسامحيني على تقصيري. ما تستغربيش حبيبتي، انا بأقر قدام العالم اني مقصرة. كام يوم عدوا عليا من غير ما اتصل بيكي واطمن عليكي، مع انك ما كانش بيجيلك نوم الا لما تطمني علينا. منال يا جماعة مشروع فنانة هايلة، وانا بنصحها تتجه للفن مباشرة، بلا مذيعة بلا توك شوم بلا وجع قلب. وغلاوة بلدنا عندك يا كبير، واني عارفة هي غالية عندك قد ايه، ما تضحك علي ولا تخلي الكبارات اللي عندك يتنقوزوا علي. اتمنى علمي على جده يعني، بستني طول ما اني فاضية بقعد اتفرج على التلفزيون، اتنور منه واعرف منه اللي بيجي، ومدمني كده ادمان يعني على برامج التوك شو اللي الكبارات اللي بيجوا فيها بيقولوا لنا كده كلام كبير ومجعل. الله صحيح يا كبير، هم سموها برامج توك شو ليه؟ كرسي المعلق. طبعا كرسي المعلق مش محتاج تعليق مني، المعلقين في مصر هم اللي بدعوا الشغلانه دي في العالم العربي. يعني لما نقول تعليق نقول لطيف وجويني وبكر وميمي وامام وشلبوكه وشوف لي شقه جنبك يا عبد الله يا سعيد. اليومين دول بقى ظهر على الساحه الرياضيه معلق اسمه ايمن الكاشف. نعم مشاهدينا، ابدأ بالضروري ثم انتقل إلى الممكن، تجد نفسك فجأة تصنع المستحيل. الأمل ليس حلما بل طريقة لجعل الحلم حقيقة. مشاهدينا الكرام، حلم حقيقة. مشاهدينا الكرام، حلم حلم يا عيني يا عيني يا حلم. ايمن ده بقى صوته مميز واسلوبه مميز، تحس انه بيهزر مش بيعلق، وده اللي خلى الناس تقلده لغايه لما بقى اشهر معلق كوميدي بيتقلد في فيديوهات مخصوص. من اشهر الفيديوهات دي مزرعه الكتاكيت. صباح النور يا فندم، ايه الاخبار يا ترى؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اتشرف بحضرتك. لما تديني دكتور اكلمه في الاول بعد اذنك. مع حضرتك دكتور محمد جمال من قسم الدعم الفني يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. معاك المعلق الكبير ايمن الكاشف، معلق الدوري المصري الممتاز قنوات الاون سبورت. اهلا وسهلا يا فندم، اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ حضرتك حصلت معايا شويه مشاكل كده، لسه فاتح مزرعه كتاكيت من حوالي 10 ايام بالظبط، حصل فيهم شويه مشاكل. نعم حضرتك. كم كتكوت؟ حوالي 1000 كتكوت بالظبط. تمام يا فندم، اتفضل. بس اكتشفنا كده شويه مشاكل، ان كان في كتكوت ب3 رجول وكتكوت من غير ريش وواحد تاني في عينه في وسط راسه. نعم يا فندم، كتكوت بايه؟ كتكوت من غير ريش وكتكوت ب3 رجول
وكتكوت عينه في وسط راسه. مش بس الشباب واليوتيوبرز هم اللي بيقلدوا ايمن الكاشف، الفنانين كمان تألقوا في تقليده. قاموده كوميديه جديده. انا بتفرج على كوره كتير فبيعجبني طريقته، مبالغه هي وزياده. هو مبالغ، هو باور قوي. طب وريني. يعني يقول لك كم مباراه حلوه بين 2 فريقين، فريق عظيم والفريق الثاني اعظم، مباراه كبيره. جهاز التلفزيون هينفجر بينا واحنا قاعدين. تقليد ايمن الكاشف استمر وانتشر وتسرب وتوغل وضرب حتى الاغاني موضه، يعني زي البنطلون المقطع والكنافه بالمانجا. ويا عيني ويا عيني يا سيدي، يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام، ولا سيما ان كل ده طلع اوهام، وعم ابوه جاب لنا الكلام. شويه شويه وبقى تقليد ايمن الكاشف هو موضه المقالب حتى في الدليفري. لو سمحت كنت حابب اطلب اوردر. عايز 2 ديناميت كبده، 1 ديناميت فراخ، و1 توست. خليهم 2 توست يا حبيبي، و1 سلطه. حد عايز سلطه؟ خليهم 2. يا فندم ممكن ارد عليه بس سؤال لو سمحت؟ اتفضل اسال يا حبيبي. هو استاذ غريب على حضرتك، استاذ غريب عني في حضرتك كتير وكتير. مع حضرتك المعلق الرياضي الكابتن ايمن الكاشف بالفعل. والله يا فندم استاذ نفسي، والله استاذ نفسي. طب يا فندم بيحب الحلو ده، خليه على الحلو ده. شكرا جدا يا حبيبي، شكرا جدا. انا مقدر. ما احنا طلبنا 2 رز بلبن، حد عايز يزود على حسابه؟ ايمن الكاشف بقى ثقافه اجتاحت كل الاوساط. ايمن الكاشف بقى في الجيم، وكل الاماني موجوده. صاحب الجيم يقول لك يمين تروح يمين، يقول لك شمال تروح شمال، ولا سيما ان هو رمانه الميزان في الجيم. وما زلنا في انتظار اللقطه المضيئه واليوم المضيء والشهر المضيء اللي هترجع فيه الفورمه من تاني، ومعاها نكتب احلى اماني، والعضله هتطلع احلى قماش. عاش القدس وعاش مصر. وبدأت مواهب شابة في المدارس والقرى والمدن تتجه لهذا النوع الجديد من الفن والإبداع، فن تقليد أيمن الكاشف. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. حابب احكي لكم الحوار اللي دار بيني وبين الحاج بعد المتر. الحاج بيقول لي هتجيب لنا تقدير ايه السنة دي يا ترى؟ قلت له يا حاج ده التقدير خسرنا كتير. قال لي ده احنا عايزينك على الاقل تجيب لنا جيد جدا. قلت له يا حاج ده يبقى جيد جدا لو نجحت بقى، لا سيما بعد ماده الميكانيكا. لا سيما هي دي اللقطه المضيئه بتاعت المباراه. رمضان صبحي ابو التفانين حدوته، لكن فين؟ ايد لوحدها ما تسقفش يا رمضان، ايد لوحدها ما تسقفش. انطلاقه من جهه الشمال، صبري راح يروح جول 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 جول. بعد ده كله كان لازم وحتما ولا بد ولا سيما نسمع رأي أيمن الكاشف في الظاهرة دي، لكن الحقيقة لقيناه وصل للعالمية فمش فاضي يدخل معانا. كرسي الجلاشة. يا ترى يا هل ترى مين اتعملت معاه الجلاشة مؤخرا؟ مصري عايش في أمريكا، ظهر عبر مواقع التواصل بفيديو من أمريكا كله تدليس وكذب وخيابة يندرج تحت بند الإشاعات السوداء الموجهة. ملخص الفيديو إن أمريكا حلوة وكيوتة وبتأكل المواطنين ببلاش، ومصر وحشة وأقل أكل في مطاعمها ب1500. الفيديو ده عمل شير غير طبيعي وانتشر جدا وحقق جزء كبير من هدفه، خلى ضعاف النفوس وهم بيشيروا يقولوا على مصر كل اللي نفسهم فيه. تعالوا نشوف الفيديو ونشوف المصريين عملوا ايه مع النصاب ده. احنا دلوقتي في امريكا، انا لسه راجع من اجازتي في مصر، قدام السوبر ماركت قدامكم اهو. رحت اشتري اكل البيت، طبعا جبت كل انواع الاكل وافخم انواع الاكل،
زي ما انتم شايفين فراخ مشوية وجمبري. طبعا في مصر ام الدنيا انا صارف اكتر من على الاكل بس في شهر واحد حوالي $500,000 جنيه علشان الاكل بتاع مصر ام الدنيا كله اقل اكله في اقل مطعم ب1500 جنيه. الفاتوره بقى قدام عينيكم اهي بتاعت الاكل اللي انا مشتريه لسه دلوقتي حالا. الفاتوره اهي. بعد طبعا اديتهم الكريدت كارت بتاعي الفيزا كارت وهو مكتوب اهو الفيزا كارت عشان ياخدوا الفلوس. توتال الحساب اهو زي ما انتم شايفين $516. فوجئت ان اللي خدوا مني كام اهو تشارج ديو 0. كل اللي خدوه 0 ولا نكله، ولا خدوا نكله واحده، ما خدوش نكله واحده الحب. فسألت البياع قال لي والله ما اعرفش، احنا ضربنا الكارت ثانيه اما تشكلك. ففحص كده في الكمبيوتر بتاعه فقال مكتوب ان انت كنت في اجازه فانت ما عملتش فلوس، ما دخلك، ما عملتش دخل، فالحكومه دفعت بدالك فلوس الاكل والشرب. وقال لي نفس الموضوع هيحصل في فواتير الكهرباء والميه والنور والغاز. ولان مصر اولادها ما يرضوش عليها الظلم جه الرد ومن امريكا برضه. المصريين في امريكا عملوا عليه احلى حفله، فضحوه فضيحه اللحمه في السوق، اكلوه وعرفوه مقامه وبينوا بالدليل كذب ونصب وقله اصل. وصلنا دلوقتي للسوبر ماركت. ماشي، السوبر ماركت اهو. ماشي، خلينا نروح نشتري حاجات ببلاش، حاجات كتير ببلاش. دلوقتي احنا اشترينا شوية حاجات، الحاجات دي سعرها 39.22. اوكي، المفروض ان احنا دلوقتي هنستخدم الفيزا كارد عشان خاطر ندفع. ماشي، هنا انت بتدفع لنفسك وحاجات زي كده. اوكي، ودي حاجة كويسة. انا دلوقتي بدفع. اوكي، خلاص احنا كده دفعنا. شيل الكارت. اوكي، حط الكارت في المحفظه، ناخد المحفظه. بص هنشوف الفاتوره. الفاتوره طلعت اهي. اوكي، الفاتوره طلعت. تعالوا نبص بقى. الحساب هنا بيقول كام؟ بيقول 39 زي ما انتم شايفين اهو 39. اوكي، تشينج دو، ما اسمهاش تشارج دو، اسمها تشينج دو. الباقي انا لو باقي لي فلوس بيتكتب هنا، فانا مش باقي لي حاجه لان انا دفعت بالفيزا كارد، فالباقي 0. اوكي، الراجل كذب في قوله ان هو ما دفعش فلوس او حاجه زي كده. بصوا كده على الصوره بتاعته، هو كاتب تحت فوق صباعه على طول، فوق صباعه على طول هتلاقوا مكتوب بصوا كده، ركزوا كويس، مكتوب تشينج، مكتوب تشينج، مش مكتوب تشارج. تشينج، الباقي، باقي الفلوس مفيش باقي لان هو دفع بالفيزا كارد. بيقول لك واقف قدام السوبر ماركت وهو واقف قدام 7-11. 7-11 دي بنزينه مش سوبر ماركت، بيبقى فيها اكل ساعات بس مش باللي هو جايبه ده. بيقول لك جايب احسن انواع الاكل وافخم انواع الاكل. تعالوا نتفرج على بقيه المهزله والمسخره والاستخفاف بعقل الناس. واستاكوزا ولحمه مفرومه وافخم انواع الاكل. نعم مش عايز اشتري. تشارج ديو 0. تشارج ديو يا ابن الجهله. خدوا مني كام اهو؟ مكتوب تشينج ديو. يعني انا السوبر ماركت دفعك 500 وحاجه في الاكل، اللي تشينج الباقي كام؟ 0. ان مفيش باقي، ان انا واخد منك بكارت. يعني لو مديك الفلوس مثلا $100 مديك $100 كاش، تمام؟ اللي تشينج ديو دي مثلا انا اشتريت حاجات $70 هيبقى $30 الفرق. لكن لما بشتري الكارت تمام ما بيبقاش فيه باقي اصلا، مفيش باقي يا ابن الكدابه. فبلاش تقعد تضحك على الناس وبلاش تقعد تهيج الشعب المصري على الحكومه.
وكاتب اسمه اللهو الخفي، يعني هو واحد مش معرف هو مين، تمام. فالموضوع معروف جدا ان ده واحد بيهيج على الشعب المصري. الفيديو ده بيعمله واحد معقد اصلا وشكله محدث نعمه، يعني لما واحد عايز يصور لي جمبري، وما اي حد يقدر يجيب هنا جمبري. الاكل الحاجه اللي انا اقدر اقولها الصح ان ممكن انت تجيب حاجات من دي رخيصه. ممكن الفرخه اللي مصورها دي ممكن تجيبها ب$5، فرخه مشويه عادي يعني $5. الجالون اللبن اللي مصوره ده $3. لما يقول لك انا صارف مليون في مصر ولا معرفش كام، ده شكله نصب على البلد هنا، وعامل اوراق، مزور اوراق ان هو معهوش فلوس. احنا عندنا تشتغل تتعب تاخد فلوس، ما تشتغلش ما بتاخدش فلوس، هتشحت وهتتسجن وهتطرد من البيت لو ما دفعتش ايجار، واي حاجه هتتلغي منك. فالفيديو ده اشتغالات يا جدعان، ما تتسوحوش. تسلموا يا مصريين، تسلموا يا وحوش، عملوا معاك جلاشه بجد. وهي مصر كده يا جماعه، يحاربوها من جوه يحاربوها من بره، هيرجعوا قفاهم يقمر عيش. عاش يا مصريين. خلصت كراسينا لحلقه النهارده، واللي فاتوا الحلقه خش على اي لينك من اللي على الشاشه دول. بنكرر عليكم من تاني التماسي، واستنونا دايما. ولعبه الكراسي قال ايه؟ زرع راش عبد ربه سكه سكه وانت ماشي كده، وحات النبي يعني ما تخلينيش بجري وراك، انا عمال اجري وراك والحق. فجت دي غفلتني بقى. انا ركز. باختصار دكتور طلياني قال لك انا نجحت. طلياني ماشي، طلياني ماشي. عبد ربه انت مش معانا في الاستوديو؟ انت قلبت انتاج عبد ربه ليه كده؟ عبد ربه انا عايزك تركز في كلامه، ما تركزش في الاوتوكيو. عيلاه. قول ده مش شفايفك وتقول لي انا عامل عليها لا لراس ولا صاحبي جث عليها همده تعرف الشارع منال فيديو منال على منال رايحه منال زياره منال بس. يا حازم ارجع يا حازم. انت حاطط حازم ليه يا حازم؟ لا حبيبي يا عم حازم ما اقدرش.